منير كان بالنسبة لي يمكن وأنا عندي مثلا 11-12 سنة هو النجم المفضل ليا، وكنت بحبه جدا، نفسي أقابله وأشوفه. ولما وصلت للدراسة في ثانوي تقريبا، غالبا في أولى ثانوي، كان معايا ولد زميلي في الفصل، كان جار فتحي سلامة اللي هو طبعا الكيبورد بتاعه والموزع الموسيقي طبعا الكبير جدا. عرفت أوصل لفتحي وأبقى صديق ليه وأتعلم منه كتير قوي بصراحة. يعني هو أول واحد وأكتر واحد علمني مزيكا. وعن طريق فتحي عرفت محمد منير، كان بالنسبة لي حلم طبعا. وبعد كده اللي هو الكينج بقى مش في بدايته، لا كان محمد منير اسم، يعني محمد اسم اثبت طبعا نفسه ليه جمهور خلاص. لا كان محمد منير في الوقت ده هو عمرو دياب بتاع الجيل بتاعنا. صحيح. بقينا يعني بقيت معاه وعملنا فرقه، يعني لعبت معاه في الفرقه، عملت له فرقه موسيقيه بعد كده وهو اول واحد وقف جنبي وساعدني ان انا يعني اداني فرصه تبدأ كبيره صح. جدا. الكلام ده سنه 89. اسند لي ان انا اوزع معاه اغنيتين في ألبوم شوكولاته، غير ان انا اشتركت مع الفرقه اللي كانت بتنفذ بقيه الالبوم. الاغنيتين دول كانوا من حبك مش بريء وفي حبك مش جريء، والاغنيه الثانيه كانت اسمها العماره.